النهاردة هنعمل مع بعض كده ميني بلح الشام بطريقة حلوة جدا وسهلة جدا واقتصادية هتعجبكم. جربوها وعلى ضمانتي. يلا بينا بقى نبدأ نعمل الوصفة الحلوة دي. أول حاجة أنا معايا كوبايتين من السكر عليهم نفس الكوبايتين من المية، الكوباية اللي تستخدميها تكون هي بتاعك كله. فحطيت كوبايتين وكوبايتين وحطهم على نار عالية لحد ما يبتدوا يغلوا. أول ما يبتدوا إن هم يغلوا والسكر يدوب هحط عليهم نص عصرة ليمونة. وفي حلة تانية هنجيب كوبايتين من المية كده وعليهم تقريبا ربع كوباية من الزيت وبرده رشة ملح كده صغنونة وهناخدهم على النار عشان يغلوا. ويلا بينا بقى على النار كده. ده الشربات بتاعنا بدأ ان هو يغلي، هروح مقلبة السكر كده كويس وهحط عليهم عصرة ليمونة وهسيبه يغلي كده 7 8 دقايق وهطفي عليه واسيبه يبرد بقى مع نفسه 7 8 دقايق، ما تزودوش عن كده. هسيبه بقى يبرد مع نفسه خلاص. شربات بلح الشام لازم يكون بارد وكمان يكون تقيل. فانا عصرت الليمون وهسيبه 7 دقايق واطفي عليه واسيبه يبرد بقى مع نفسه خالص. وخلاص بعد ما خلصته هنيجي بقى للحلة التانية نشوف هنعمل فيها ايه. المية التانية بقى بدأت تغلي اهي زي ما انتوا شايفين. ابتدي بقى ان انا احط عليها الدقيق. عندي هنا كوبايتين من الدقيق وعليهم نص كوباية من النشا هنزل بيهم كده. وههدي النار. اول ما ابتدي ان انا احط الدقيق ههدي النار وبعدين هقلب فيها كده على طول بالمضرب عشان يبقى مثلا عارفين انتوا اللي معايا تبقى كورة كده. تشوفوا انتوا معايا يعني الصورة هتوضح اكتر من الكلام. تبقى كورة معايا كده ما يبقاش باين عندي اي كتل من الدقيق. هقلب كويس وطبعا النار هادية خالص عشان الدقيق ده كله يروح كده واي رطوبة فيه تطلع. وهقلبهم طبعا في الوقت ده تقدري تقلبي بايدك بس بالراحة يعني عشان تبقى سخنة جدا، فحاولي على قد ما تقدري كده بالراحة. انا هي كانت لسه سخنة بدأت كده بايدي واحدة واحدة عشان اعرف اعجنها كويس وما يبقاش فيها اي حاجة. بعدين جبت بيضتين وهتحط عليهم كيس من الفانيليا وهقلب الكلام ده كله كويس مع بعض. طبعا تقدري بالمضرب الكهربائي لو عندك عجان، لو بايديكي، لو بالمضرب اليدوي زي ما انا بعمل. انا هفضل اضرب فيهم كده لحد ما يتجانسوا مع بعض كده والبيض يدخل في قلب العجين بتاعي. واول ما يوصل للمرحله دي هوريكم شكله وهنشوف هنعمل ايه. ده شكل العجين زي ما انتم شايفين طري وتقدروا تشكلوه بايديكم، لكن انا عندي كيس الحلواني هبتدي ان انا اشكل بيه. وكمان لو ما عندكيش كيس الحلواني تقدري البلبله بس دي بتاعت بلح الشام هي اللي تستخدميها. طبعا الزيت سخن، الزيت بارد خالص عندي. مش مسخنه ولا اي حاجه وحطاه على البارد كده على الرخامه وبقطع وبحط فيه بلح الشام. طبعا وانا بقطع الكيس اتفتح مني وباظ فاضطريت ان انا اعمل بالقمع بس كده. وعملت ميني يعني حبات صغننه بس حاولي ما تصغريهاش قوي عشان ما يبقاش معاكي يعني ايه عارفين اللي مش طري من جوه، احنا عايزينه مقرمش من بره وطري من جوه. فانا هنا حاولت اعمل كام واحده دايره ورجعت بقى جبت البلبله بتاعت بلح الشام كده وبدات بقى ان انا اخدها كده واحطها جوه وتطلع معايا الشكل زي ما انتم شايفين. يمكن الاضاءه مش واضحه قوي دلوقتي بس طلعت معايا نفس الشكل. المهم ان انا حطيت الزيت على النار عاليه زي ما انتم شايفين هناك على البوتاجاز. وعم اعمل بقيه العجينه اللي معايا بقيت احطها في البلبله كده وتطلع بالشكل اللي انا عايزاه. حبيت يبقى الشكل اشكال كتيره احجام كتير يعني صغنن وكبير ووسط وهكذا لحد ما خلصت كل الكميه اللي معايا. طبعا ده على النار اهو بياخد لون، بدأ ان هو ياخد لون. هفضل اقلب فيه وايديا فيه مستمر لان هو بياخد لون بسرعه وطبعا لازم يكون زيت غزير. وبقلب فيه كده من كل الاتجاهات والجوانب اول ما يبتدي ان هو ياخد لون. بس اول ما اوعي تقلبيه اول ما ينزل سيبيه دقيقتين 3 كده مع نفسه عشان يمسك في نفسه كده والزجزجه بتاعت بلح الشام دي ما تروحش. وبس بقى كده كل شويه هقلبه من فتره للتانيه وهيطلع على شربات يكون سخن جدا. يعني هو لازم يطلع على شربات على الشربات البلح الشام سخن جدا والشربات يكون بارد قوي. انا هنا البلح اهو سخن جدا والشربات بارد فهطلعهم احطهم على الشربات كده زي ما انتم شايفين وهسيبهم وهعمل الدور التاني وهكذا. اقل حاجه تحط فيه الشربات 5 دقايق عشان يسكر كده ويكون طعمه حلو. وده زي ما انتم شايفين شكله. عايزه اقول لكم عما خلصت الجزء التاني من بلح الشام العيال كلوه بجد والله من حلاوته. شايفين ده الشكل الكبير شويه او برده مش متوسط مش كبير قوي. انا مش عاملاها صوابع بمعنى الكلمه بس الميني دي بتبقى حلوه قوي والولاد مثلا ما ياخد واحده يخلصها بتبقى طعمه كده في الاكل. فانا زي ما انتم شايفين اول ما خدت اللون الدهبي بقى ليها على مره واحده مش على مرتين. اول ما خدت اللون الدهبي بطلعها على طول وبحطها في الشربات. وبكده تكون الوصفه بتاعتنا خلصت. بجد جربوها على ضمانتي حلوه جدا واقتصاديه بقى مش ب 17 بيض او الكلام اللي احنا بنسمعه ده. بيضتين بس كوبايتين دقيق ونص كوبايه نشا وهتطلعوا الجمال ده وسهله واقتصاديه وطعمها حلو جدا. وبس كده بقى خلاص هنقدمه في طبق. ده شكله وطعمه بجد في منتهى الجمال. عايز اقول لكم خلص في نفس الوقت اللي طلعته فيه بجد. ده كان شكله زي ما انتم شايفين. وبس كده الفيديو بتاعي يكون خلص. اسيبكم في رعايه الله. مع السلامه.